اهلا بيكم حبايبي جونيور 2. معاكم الشريف، حصه جديده من حصص الماث بتاعتنا. النهارده هناخد شابتر 3 وهنتعلم حاجه جديده احنا ما خدناهاش في السنين اللي قبل كده. اول جزء يعتبر جديد ما خدناهوش قبل كده. احنا في جونيور 1 وفي كي جي 1 وفي كي جي 2 اخدنا النمبرز لحد 99. اخدنا ان اي نمبر بيتكون من 2 ديجيت. اول ديجيت اسمه الوانس وتاني ديجيت في البليس فاليو بتاعته اسمها التنس. النهارده بقى هنبتدي نكبر الرقم بتاعنا شويه وندخل بليس جديد، بيت جديد للارقام اسمه الهندردز. تعالوا كده نشوف شكل الهندردز وشكل التنس وشكل الوانس شكله ايه. احنا دلوقتي كنا قايلين ان احنا اي نمبر زي مثلا نمبر 1، احنا اخدنا ان النمبر 1 ده اسمه نمبر 1 ممكن اكتبه بالديجيت، وعندي طريقه تانية ان انا اكتب بيها الارقام اللي هي بطريقه الستكس. احنا مثلا عندي البليس فاليو بتاع الرقم ده اسمه الوانس. البليس فاليو يعني اسم البيت اللي فيه الرقم اسمه الوانس، اسمه الوان. اوكي، طيب انا عندي مثلا لو رقم زي الرقم 12، البليس فاليو بتاع ال2 اسمه ايه؟ اسمه الوان، وهرمز له كده بقول اول حرف من كلمه وانس، والوان موجوده ببيت اسمه التنس. اوكي، طيب هنفضل بقى كل الارقام هيبقى عندها 2 بليس فاليو اللي هو الوانس والتنس حد رقم 99. رقم 99 او البليس فاليو بتاعت الرقم ده اسمها الوانس، والبليس فاليو بتاعت الرقم ده اسمها التنس. طب مين شاطر يقول لي بعد ال 99 ايه الرقم اللي بعد كده؟ بعد ال 99 عندي رقم اسمه ال 100، وبعد كده 101 102 وهكذا. طيب هي البليس فاليو بتاعت ال 100 اسمها ايه؟ ماشي، فالبيت بتاع ال1 ده اسمه الوانس. بالبلدي كده احنا كل الديجيت عندي بدخله جوه البيت بتاعه وبسميه اسم. زي كده ما البيت بتاعك ليه اسم موجود في شارع معين، برضو كل ديجيت عندي ليه بيت معين وهسميه اسم معين. فلما بيكون عندي النمبر متكون من 2 ديجيتس، اول ديجيت بسمي البيت بتاعه الوانس، تاني ديجيت بسمي البيت بتاعه التنس. البيت ده اسمه ايه؟ البيت ده اسمه الوانس، والبيت ده اسمه برضو التنس. طب مين شاطر يفكرني بعد ال 99 في نمبر ايه؟ بعد ال 99 في عندي نمبر اسمه 100. 100 ايه ده ابتدى الرقم بيتكون عندي من 3 ديجيت، بيتكون عندي من 3 ديجيت. طب البيت ده احنا اتفقنا ان اسمه الوانس، هرمز له كده بأو كبيره اول حرف من كلمه وانس، والبيت ده كده اسمه التنس اللي هو اول حرف من كلمه 10، وتنس يعني 10 كتيره جوه بعض. طب البيت ده اسمه ايه؟ البيت ده اسمه hundreds، وبرمز له بحرف الاتش. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده ابتدينا نتعلم ان عندي الارقام، والارقام دي ابتدت تكبر شويه، ابتدت تبقى بيك شويه. يعني انا هفضل كل البيت بتاع ال100 ده اخر رقم فيه اللي هو 999. البيت ده اسمه الوانس، البيت ده اسمه التنس، البيت ده اسمه ال100. تمام. اخدنا كمان قبل كده وفي الريفيجن بتاعتنا في الحصه التاسيسيه ان انا ممكن اكتب الارقام دي عن طريق اشكال تانية. انا ممكن مثلا الوانس ده اعمله كده على شكل سكوير صغير، يبقى ده كده وانس. طيب وده بصوا هعمل كده 3 سكوير في بيت الوانس، و1 ستيكس متكونه من 10 كده سكوير صغيرين، ودي هتبقى ال10، يبقى دي 10 ودي 3. طيب ال100 بقى انا عندي بيت جديد، بيت ال100 بعمله على شكل سكوير كبير، المربعات اللي جواها عددها 100. طبعا هنا في زيرو فمش هعمل حاجه، هنا في زيرو مش هعمل حاجه. طب تعالوا كده نشوف هنا ال100 101 هنا ال1 فيه، وعشان دي في الوانس فهعمل 1 سكوير. هنا في التنس مفيش حاجه، هنا في السكوير ده. تمام. وابتدينا بقى ايه نبتدي ناخد الارقام اكبر واكبر. تعالوا كده نشوف. دلوقتي انا عندي مثلا الرقم 99، الرقم ده 99. تعالوا نعد هنا عندي الوانس قد ايه؟ 1
2 3 4 5 6 7 8 9 يعني انا عندي هنا 9. طب تعالوا نشوف الستريبس دي قد ايه او الستيكس دي كام واحده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 برضو 9 تنس. 9 تنس بلس 9 هتديني ايه؟ 99. طب هي ال 99 دي لو زودت لها واحده ايه اللي هيحصل؟ لو زودت هنا واحده هيبتدي يظهر لي الشكل ده. الشكل ده اسمه 10 تنس تديني 100 اللي هو الشكل السكوير ده. لو عديت عدد السكوير الصغننه اللي جوه دي هيطلع عددها 100. اوكي؟ يعني دي 200. طب ديت 1 2 3 كل واحده ب 100 يعني دي 300. انا عندي دي كام 100؟ 1 2 3 4 يبقى دي عندي 400 اللي هي كده. خلاص. طيب يبقى انا بيت الوانس بحط فيه الارقام على شكل كيوبس صغننه كده. التنس بحط فيه الارقام على شكل ستيكس او ستريبس كده. لكن ال100 بحطها على شكل سكوير كبير. يعني انا لما يكون عندي النمبر ده اسمه 300 لازم بقى لما باجي اعمل ريدنج للنمبر بتاعي ببتدي اعمل له ريدنج من اكبر بيت. 349 تاني اسمه ايه؟ 349. 2 بتتحط في الوانس، ال4 في التنس، ال3 في ال100. لو هاجي هعملها باشكال زي كده بصور زي كده شايفين هنا اهي ال2 عملتها كده 2 سكوير صغيرين. ال4 هعملها 4 ستيكس وال3 3 سكوير كده مربعين. اوكي يبقى انا كده عملت النمبر 349 عملت البليس فاليو بتاعته وعملت الفيجرز بتاعته. طيب الرقم ده اسمه ايه؟ يلا مين شاطر بيقراه معايا؟ احنا قلنا لما هنيجي نعمل ريدنج للنمبر هقراه من اول بليس فاليو كبيره. 173 اسمها ايه؟ 173. طيب اول خانه في الوانس في ايه؟ في 7. 1 2 3 4 5 6 7. طب تاني حاجه في التنس عندي 3. هو عندي هنا كده 3 ستريكس وال100 اهي سكوير اهي. طيب بعد كده انا عندي النمبر ده انا عايزه بقى اشوف فيه كام وانس وفيه كام تنس وفيه كام 100 واعمل له ريدنج. تعالوا كده نعد عندي كام وانس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب عندي كام ستريبس في التنس؟ 1 وعندي كام 100 1 2 يعني الرقم ده اسمه ايه؟ 219. اسمه ايه؟ 219. خلاص. خلي بالكم بقى انا عايزه اقول لكم على نوتس مهمه جدا. انا ما ينفعش عندي يكون هنا عندي 10 سكوير. 10 سكوير معناها يعملوا جروبنج ويروحوا هنا عند ستريكس. يعني انا مفيش عندي هنا رقم ما ينفعش يبقى هنا فيه 10. لو بقى فيه 10 يبقى ال 10 دي هتروح هنا اكنها واحده وتعمل ايه؟ تعمل ستريكس. هنا ما ينفعش يكون فيه 10. اول ما نوصل ل 10 هروح شايله واحده واروح حاطه هنا سكوير وهكذا. تمام؟ مين بقى معايا شطور يجي نحول الفيجرز دي للوانس والتنس وال100 نعمل ريدنج للنمبر. انا عندي هنا الوانس فيه كام سكوير صغير؟ برافو، عندي 3 سكوير صغيرين. والتنس عندي 4 وال100 عندي 3. يعني النمبر ده نعمل له ريدنج كده 343. 343. اوكي؟ تعالوا بقى كمان نفس الاكسرسايز هنعمله تاني. انا عندي هنا الوانس في ايه؟ ده مفيش وانس، مفيش ولا سكوير صغير. طب انا هعمل ايه؟ دي مشكله، دي غلطه في المساله ده فيك. لا، طالما ما عنديش سكوير صغيرين في خانه الوانس انا هعمل هنا هروح كاتبه هنا 0 لان انا ما عنديش في الوانس حاجه فاروح كاتبه هنا 0. طب انا عندي كام واحده في التنس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 8 تنس. طب انا عندي كام واحده في ال100؟ عندي هنا 1 2 3 4 5. عندي 5 في ال100. 580 اسمها ايه؟ 580. خلاص. يبقى الارقام دي لازم ندرب على الريدنج بتاعها على طول. الحاجه الثانيه كمان لازم اعرف اكتبها بالوورد فورم زي ما هقول لكم كمان شويه. خلاص. طيب ممكن كده تقروا معايا النمبر ده. مين شاطر يقرا معايا؟ 391.
طب النمبر ده 210. طب النمبر ده 650. طب النمبر ده 601. تمام. اتمنى كده تكونوا فهمتوا الجزء ده كويس جدا واستوعبتوه، ومع حلقه جديده ان شاء الله في نفس الشابتر بتاعنا شابتر 3.